شبي صغارنا هيك ولاو؟ علاش ما عادش تسمع لكلام بوه لكلام امه وحتى جارتك الحيط في الحيط ما عادش تسمع كلامه، والقدر ما عادش موجود. بالطبيعه راني مانيش نقصد بالصغار الكل كي، لكن الحقيقه متاع ربي هذايا واقع وموجود ونعرفوه الكل كي مع بعضنا. الصغار متاعنا حاليا للاسف يعني ما عادش فما حشمه، وما تسمع كان في كلام الزايد وتطيح القدر، وما عادش فما معناتها الجار اللي تحترمه واللي تقدره وعينك تهبطها اللوطه. للاسف راهو الشيء هذا موجود حتى في الشارع، اي انسان باش يتعدى قدامك ما تسمع كان كلمه الزايده والقباحه، وهذا راهو موش معقول. حبيت نقول فين الحشمه والقدر متاع الايام زمان اللي ربونا عليهم والدينا. كي تجي جارتك ولا جارك ما تنجمش تهز عينك من فوق منك على خاطر قدرها. للامانه يلزمني نقدر جاري على خاطر القدر هو الكل. الحقيقه متاع ربي لهنا اني نتساءل، هل المجتمع متاعنا هو مقصر مع صغارنا، والا الاولياء متاعنا ما يعرفوش كيفاش يربيوا صغارنا، والا من خلطه الاصحاب والشارع زاد عنده برشا، والا الانترنت اللي خطفت لنا صغارنا ما بين يدينا. قبل كي كنا صغار ونهبطوا للحومه ونلعبوا مع اولاد الحومه نلقاو جيراننا نسي والرجال يجوا ينصحونا يعلمونا التربيه والاخلاق، لكن للاسف في اليوم الصغير يجاوبك ويضحك عليك حتى كي تقول له عيب، ما عادش تفرق معاه الحكايه على خاطر ولي يحس فيها عادي. يا اخي شنو اللي تبدل؟ هل المدرسه والتعليم والروضات ما عادش يعرفوا يربيوا صغارنا، والا نحن كاولياء ما عادش عندنا قدره نربيوا صغارنا؟ الحقيقه متاع ربي الموضوع كيف هيك ما يلزمناش نسكتوا عليه، لازمنا نفهموهم علاش ولادنا تبدلوا هيك وشكون المسؤول الصحيح لهنا. اجا خلينا نحكيو مع بعضنا ونفسروا علاش صغارنا هيك ولاو. شوف برشا اولياء يقولوا احنا رانا نجريو ليل ونهار ونخدموا على عيشه القوت متاعنا، لكن ما عادش عنا وقت للصغار متاعنا. الصحيح الدنيا صعبت والخدمه ولات هي اهم حاليا. هو الصغير للاسف ما يفهمش الحكايه، هو يحب الكلمه الطيبه وتحبك تحضنه ويحس فيها اللي فما ام وبو بحذاه. من جهه اخرى المجتمع متاعنا للاسف تبدل برشا، والشارع مليان بالحاجات الخايبه، كلام زايد، مخدرات، صحاب سوء، والصغير كي يلقى بابه مسكر متاكدش لو كان باش يخرج، لكن كي باش يلقى باب باش يخرج للشارع باش يلقى اللي بسد الكل. التكنولوجيا ولات تربي في صغارنا اكثر منا، التليفون والتيك توك والفيسبوك يتعلم منهم اكثر من يتعلم من عند ام وابوه، وهون اللي اختار الكبير. وزيد حاجه اخرى مهمه برشا، اليوم الطلاق ولا عادي، برشا عائلات تفرقوا، الصغير يلقى في روحه ضايع بين امه وبين بوه، يعيش في وجيعه صامته، يسمع في السبان والعرق ويشوف القدر طايح بين والديه وهو الضحيه، وبعد نستغربوا اش بي ولدنا ولا هيك. صحيح ساعات الطلاق يكون هو الحل، كل عشرة تولي مستحيلة، اما برشا مرات يكون القرار مستعجل برشا ويكسر اكثر من اللي يبني، والمجتمع لازم يفيق. العرس ماهوش لعبة، والصغار ما يلزمهمش يكونوا هم الضحية متاعنا. علاش ما نحاولوش نحلوا مشاكلنا ديما بالحوار؟ علاش ما نوريوش صغارنا صورة باهية للعائلة حتى لو كان صار سوء تفاهم؟ على خاطر العائلة هي المدرسة الأولى واللي يتعلم فيها صغيرك يبقى معاه طول حياته. الحل يبدا منا بالكلمه الباهيه، ونحلموا صغارنا كيفاش نحن نحبوهم. اذا يشوفوا اولادنا كيفاش الام يحب راجلها والبو تحب مرته يتعلموا كان الحب والاحترام والصبر، واذا يشوفوا العكس باش يتعلموا اللي شافوه. والجار الطيب علاش كي نشوفوا صغير يغلط ما نقولولوش كلمه باهيه؟ لازمنا نرجع لبعضنا على خاطر المجتمع من غير قيم يطيح. في الاخير لازمنا نسال رواحنا، هل باش نكملوا ونلموا بعضنا ولا باش نمدوا يدينا لبعضنا ونصلحوا قبل ما يفوت الفوت؟ الموضوع هذا يمسنا الكل، على خاطر الصغار متاع اليوم هم رجال ونساء متاع غدوة، واحنا لازمنا نقرروا يا نربيو جيل واعي ومحترم يا نضيعوا بلادنا كاملة. قولوا لي انتم شنو رايكم، وشكون الغلط، المجتمع والا الاولياء والا الصغار هما نفسهم؟ واذا كان عجبك الفيديو ما تنساش تعمل جيم وتشارك الفيديو مع اصحابك الكل، وتضغط على زر الاشتراك على خاطر القناة هذه متاعنا الكل، وبأفكاركم تنجم تكبر وتوصل للبارشا ناس. ربي يهدينا الكل، وإن شاء الله نربيو صغارنا تربية صحيحة.